اهلا بيكم في اول حلقه من قعده مونديال. معايا انا جو، واهلا بيكم في حلقه جديده من قعده مونديال. قعده مونديال هيبقى سلسله حلقات هنا على قناه اليوتيوب بتاعتي رأي كوره، وهي تتكلم عن كاس العالم 2026 وعن تفاصيل منتخبنا وعن رحلتنا الجميله اللي هتبقى حلوه ان شاء الله. ومفيش حاجه احلى نبداها بالرحله دي غير ماتش امبارح بلجيكا ومصر، ويلا بينا نبدا. طبعا كالعاده امبارح مصر بقى اثبتت نفسها امبارح، واثبتت بالاداء الجميل ده ان احنا نعتمد على هذه اللعيبه اللي كانت امبارح رجاله جدا في التعادل 1-1 على بلجيكا، اللي كان ممكن يبقى فوز لولا سوء حظنا كالعاده. طيب عايز اتكلم الاول عن حاجه كانت مضايقاني جدا في ماتش امبارح، وهي النجم عمر مرموش. كنت متضايق جدا ان عمر مرموش مش في مستواه امبارح، وما كانش في مستوى الماتش اللي فات. اتمنى من عمر انه يركز اكتر، يبطل انانيه شويه، والدنيا هتمشي معانا وهتبقى حلوه، عشان احنا مش عايزين نعاتب حد ومش عايزين بحاجه، لان احنا كنا بيرفكت وكان في حته ناقصه يا استاذ عمر. فاتمنى يا مرموش ركز شويه، معلش عملنا حاجات قبل الماتش كده، نركز بقى وخلينا في الكوره ونبقى مش انانيين، وساعد غيرك عشان الدنيا تساعدك. طيب اول حاجه بقى عايز اتكلم فيها وهي هو دوكو فين؟ بس عمال ادور عليه من امبارح. دوكو حد شاف دوكو يا جماعه؟ يعني دوكو عندك دوكو فين يا جماعه؟ دوكو في جيب محمد هاني. دوكو بعد رحله طويله جدا اكتشفنا ان هو في جيب محمد هاني، ومحمد هاني روح بيه ونسي يرجعه. النهارده لقوه الحمد لله، لقوه راجع لوحده كده بيتمشى، وقالوا له انت كنت فين يا دوكو؟ قال لك كنت في جيب محمد هاني. ما علينا من الهزار ومن الخفه ومن اللذاذه دي، وانا عارف ان دمي تقيل، بس تعالوا نتكلم ان امبارح محمد هاني لعب ماتش للتاريخ. محمد هاني كان مبدع، محمد هاني كان رائع رائع رائع. عاش يا محمد، عاش يا هاني على الجمال وعلى الرواقه، والدفاع منضبط وكل حاجه منضبطه. امبارح مصر كانت منضبطه دفاعيا هجوميا خط وسط، وكانت ده بسبب كابتن حسام حسن وبسبب الخطه الجميله جدا. كابتن حسام حسن امبارح اعتمد على فتوح وعلى هاني في الجناب، واثبتوا نفسهم وعملوا اللي عليهم وزياده. خط الوسط الدفاع كان كويس جدا، خط الوسط بتاعنا كان حلو جدا. طبعا وجود زيكو كان مميز جدا، زيكو ده لاعب عنده كوره حلوه جدا، وشفتها امبارح في حركاته في طريقته في كل حاجه. وجود امام عاشور النجم اللي بياخد اسيست ولا اروع من محمد صلاح اللي كان في فورمته امبارح، مش 100% بس ده محمد صلاح اللي احنا عايزين نشوفه بالاسيست الرائع والقرار الرائع من امام عاشور. لازم تشكر امام عاشور على قراره، مش على الجون، انه قرر انه ياخد واحده في الثانيه وجون. ودي كانت حاجه عجباني قوي امبارح في الماتش، وهي القرار. اللعيبه بقت بتاخد قرار لوحدها، ما بتسالش كتير، ما بترجعش بالكره لورا كتير، بتنفذ بتجيب بتشوط بنخلص. هو ده اللي احنا عايزينه. الجون طبعا اللي دخل فيك هو سوء حظ وبركه لوكاكو، الحاج لوكاكو، الشيخ لوكاكو المرعب. هو شيخ فعلا، نزل رعبنا كلنا، خض الكوره دخلت في الجون. هو تقريبا خض الكوره دخلت في الجون فعلا. غير كده اللعيبه، انا فخور بيكم، فخور بكل واحد فيكم. لعبتوا امبارح كنتوا رجاله، وفعلا هو دي اللي احنا مستنيينه منكم. مرموش برجاء ركز اكتر، انت عندك قدرات عاليه قوي واحنا كلنا شفناها وعارفينها. اتمنى ده يبقى مرموش اللي معانا في الماتشات الجايه. انا حبيت اعمل الفيديو النهارده اتاخر هينزل متاخر، بس عشان كنت امبارح عايز اتفرج على الماتش الفرقتين اللي انت هتلعبهم بعديها، اللي هي نيوزيلندا وايران. واتفاجئت الناس عندها كوره يا جماعه. ايران احنا عارفين ان عندها كوره، بس نيوزيلندا جامده، نيوزيلندا حلوه، نيوزيلندا بتجيب جونين في ايران، بتلعب بدفاع ايران. نيوزيلندا فيها وود. هتقول لي مين وود يا يوسف؟ مين وود يا جو؟ مين وود يا جو؟ وود يا باشا بيلعب في نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي، وكان بينافس على هداف الدوري، وبينافس دايما على هداف الدوري الانجليزي. يعني لاعب قوي. اللاعب القوي ده امبارح ما جابش جونين، عمل جونين. تخيل بقى، لما جابش جونين وعمل جونين، دي مصيبه ثانيه. في وقت تاني تحت منه العب منه. فريق كويس جدا نيوزيلندا. ايران طبعا ما فيش حاجه تقل، ان احنا عارفين الفريق وشفناه وعارفين ان هو فريق قوي وفريق كويس جدا ومنظم. اتمنى نلاعب نيوزيلندا زي ما لعبنا بلجيكا بالروح، ونعتبرهم فريق كبير ونحافظ على الموضوع ده. غير كده انا عايز احيي العرب، عايز احيي العرب اللي مشرفينا في البطوله السنه دي وعاملين اداء حلو جدا، ما عدا اشقائنا تونس اللي في مأزق كبير، وانا متضايق على اللي بيحصل ده. القرار كان خاطئ، مش في انك تمشي المدرب ده، في انك تمشي المدرب اللي قبليه، وانت عارف ان القرار ده كان خاطئ. اتمنى الافضل لتونس، اتمنى يبقى المدرب اللي جاي، احنا عارفينه كلنا اللي كان بيدرب السعوديه راجل ممتاز وراجل كويس جدا، اتمنى يثبت نفسه. انا عارف ان الوقت ضيق قوي، مش عارفين هيعرف يعملها ازاي، بس نتمنى ليهم التوفيق كلهم. منتخب السعوديه شرفنا امبارح وتعادل. انا مش عارف موضوع التعادلات، احنا كلنا تعادلنا بسم الله ما شاء الله. العرب اللي عملوا اداء اتعادلوا كلهم. قطر مشرفانا وكان ليهم جون وعدت، بس السعوديه امبارح لعبت ماتش حلو جدا. الشوطه يا جماعه ايه ده؟ طب ما انتوا حلوين قوي اهو.
منتخب المغرب مش هنتكلم عنه، ده فوق كده، هنحطه لوحده كده، نحطه على حته فوق باشا، واحنا هنتحط جنبه دلوقتي لان احنا بقى جامدين قوي برضه. احنا جامدين الحمد لله. اداء حلو جدا من المنتخب، فخور ان انا مصري، فخور بكل ده. عايز اتكلم عن التبديله. انا كنت شايف كل الناس قاعده تقول لك صلاح خرج ليه، صلاح خرج ليه، كان مرهق. بس انا كان عندي مشكله في وجود عمر مرموش في الملعب لاخر دقيقه، لان كان ممكن تبدله وكان ممكن تعمل حاجه. بس ما علينا، عمر انا واثق فيه الماتش الجاي هيبقى افضل وهيبقى احسن وهيبقى اون فاير. طيب انا عايز اعمل رساله بسيطه لاخونا الصغير كلنا اللي لفت النظر لينا كلنا، وهو حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم، انت لاعب كبير، انت لاعب ليك مستقبل حلو، وكلنا عارفين انك هتقدر تعمل كتير وهتقدر تعمل حاجه مميزه جدا. فخور بيك انك امبارح نزلت وما خفتش من الماتش، ماتش كاس عالم وانت عندك 18 سنه واول مره تلعب في المنتخب الوطني. بتأدي حلو، بدنيا انت كويس جدا، بتخش وبتحاول، ولما بتضيع بتتضايق، وطبيعي انك تتضايق، بس انا فخور بيك جدا. اتمنى انك تاخدها واحده واحده، مفيش حاجه هتيجي مره واحده. اتمنى ما نضغطوش في المنتخب قوي لان هو عنده، بس مش عايزين ندوس عليه قوي. اتمنى ان انت واحده واحده، ما تتضايقش لو مش هتلعب كتير، ما تتضايقش لما تروح برشلونه لقيت نفسك مش الاساسي. كل حاجه بتاخد وقت. اللعيبه العرب مختلفه شويه عن اللعيبه اللي بره. اديك شفت لما المغرب لعبت بايوب اللي عنده 18 سنه ابهر الناس ازاي، وانت امبارح ابهرتني. انا كنت مركز عليك، انت بتلعب حلو جدا، قدامك مشوار طويل. اتمنى انك تبقى قده، وانا عارف انك هتبقى قده. ربنا معاك، وربنا يبارك لك ويبعد عنك الاصابات ويبعد عنك الناس، كل حاجه، اي حد مش حابك. طلب من الجمهور بالراحه على الولد ده مستقبل كبير، واتمنى ليه كل حاجه. وشكرا على اللي اكتشفوا، اللي احنا عارفين هو مين، كابتن وليد سليمان لما كان في الاهلي هو اللي اكتشفه. اتمنى بقى طلب يا جماعه، رجعوا اكاديميات الكوره بتاعتنا قويه، رجعوا الجيل الصغير ده، محتاجين لعيبه كتير صغيره، محتاجين ننجح المشروع ده ونبقى اكبر واحسن واحسن. شكرا جدا لمنتخب مصر، اتمنى انكم تعملوا كده الماتش الجاي. شكرا جدا لاوفا شوبير اللي انا نسيتك، انا اسف جدا وما كانش ينفع انساك يا باشا، انت باشا الباشا. انت امبارح مبهر زي كل مره، انت عندك ثقه في نفسك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت لاعب مميز جدا ومستقبل حارس كبير جدا. اوفا امبارح قوته ما كانتش في اوفا بس، كانت قوته في الاربعه اللي قدامه، كانت قوته في ان اللعيبه محافظه على الخطه، اللعيبه بتتحرك. انت لو خدت بالك امبارح مصر كانت بتتحرك كلها مع بعض في بعض الوضع، ودي حاجه حلوه جدا. خطه كويسه جدا، دفاع كويس جدا. عاش يا اوفا، عاش يا لعيبه، كلكم رجاله وكنتوا رجاله وهتفضلوا رجاله. وعارف ان احنا ان شاء الله الماتش الجاي هنبقى احسن وهنكسب وهنصعد وهنعمل كل اللي ما اتعملش. اتمنى يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو او الحلقه زي ما بيقولوا عليها يعني، اعمل لايك وفولو لايك وسبسكرايب قصدي، واعمل فولو على البيجز الثانيه سواء انستجرام او تيك توك، هتلاقيني في كل حته، انا طالع لك في كل حته. اتمنى ما تكونش الحلقه كانت رخمه، اتمنى ان يبقى وقت قصير بس تبقى استمتعت، خدت معلومه. انا بحاول اوصل المعلومه بالطريقه البسيطه جدا، انا مش بتاع احصائيات، مش بتاع الحاجات دي. انا راجل، اعتبرني واحد قاعد معاك على القهوه يا باشا، بدردش معاك وبقول لك المعلومه. اتمنى تكون عجبك الحلقه، وسلام.